ومتابعينا على موقع وصفحة ملتقى القبائل العام، أهلا وسهلا بكم. ها نحن مجددا في حلب، حلب الشهباء، حلب الصمود، حلب الوطنية، في مضايفها وفي قبائلها وبرموزها وقاماتها وشيوخها. نحن اليوم إخواني في مضيف الشيخ عبد الله العبد الكريم الدندل أبو إبراهيم، شيخ عشيرة البوشيخ من قبيلة البوشعبان متعبين البواريد، والله وألف ألف نعم منهم. وعلى طول اخواني هاي المضيف مجمع للطيبين وللغانمين. طبعا احنا ما بي ضيوف بمضافة الشيخ ابو ابراهيم، الكل معازيم، واهل حلب باي مضافة من مضافات حلب معازيم. فشرفنا بوجود الاخوة الشيخ احمد محمد خير الماشي، حفيد الشيخ الكبير ذياب الماشي الله يرحمه، البوبنة والف نعم منهم. ونجوه الغانمين الاستاذ النائب عضو مجلس الشعب شيخ من شيخ الهنادي الاستاذ المحامي عفوا محمد سياميت، اهلا وسهلا، والاستاذ المهندس طراد دندل. طبعا هذه الوجوه هي تعبر عن نفسها، ما في داعي، المعروف لا يعرف، والف نعم منهم. والف نعم من الشيخ عبد الله العبد الكريم الدندل ابو ابراهيم. ما اقدر اقول الا كلمه واحده، اقول انه احنا دائما لما نجي الى حلب هذا المضيف هو أول مضيف نمر عليه، وهذا المضيف دائما مجمع للطيبين والغانمين. وإحنا صفحة ملتقى القبائل على يوتيوب وانستغرام وفيسبوك هي صفحة تواصل وتعارف ومودة وتآخي ومحبة، جمعت رجال وقبائل طيبة. نشكر كل القبائل بحلب، كلها لها دور وطني، والحمد لله أنه عاد الأمن والأمان على وطننا سوريا، وصرنا نجتمع على الجمعات الطيبة وهالقعدات الطيبة. فما أقدر أقول إلا أشكر الشيخ عبد الله العبد الكريم الدندل أبو إبراهيم على أنه دائما يسمح لنا أنه ناخذ هالدقائق الثمينة هذه بوجود هالرجال الطيبة. فصور لي والله من عندك كيس هالربع على 100 مهلة، نقرب لي بس على هذا الاتجاه. أنا أستاذ نيابة عن صفحة ملتقى القبائل نبارك له ونشكره، وألف نعم منك ومن والدك. ولو ما أنت من الرجال الوطنيين والكفو وتمثل ربعك وهلك، وألف نعم منك ومن قبيلة الهنادي كلهم ما وصلت لهذا المكان لو ما أنت نشكرك. تونس بشوفته. والله انتم جناحين، والله عم تاجر اسنان، والله تاجر اسنان، والله تاجر، والله والله جناحين، والله نفرح بشوفتك ان شاء الله. تصور هنا